نعم، أبعدونا من القيادة العامة، منعونا التظاهر، لكنهم لم يكونوا تتارا علينا يوما ما. هلا انتبهنا وفتحنا أعيننا وبصيرتنا لهذا الشكل الذي يحدث الآن في السودان، وكثيرون خرجوا ليقولوا أن ليس هنالك انتصارات وإنما هذه صور قديمة. فلتكن صور قديمة. ماذا عن فرحة السودانيين؟ ماذا عن فرحتنا نحن والأبليفتنج للناس اللي قاعدين ببرا؟ ماذا عن هذا؟ هذا يكفيك. لم يكن هنالك انتصار ولم يكن حركة أصلا، لكننا فرحنا بما قيل وإن كذب، وهذا يؤخذ ضد هؤلاء التتار أنكم غير مرغوب فيكم ولو بالكذب. يفرح الناس. أدركوا أن عمق المسألة في الوجدان السوداني كبيرة وواسعة، وهذه بركة من الصعوبة أن تملأ ولو بسلاح العالم كله. لأنه من أراد أن يحكم أو من أراد أن يعيش في أمن وأمان لا بد من يكسب المواطن، والجيش الآن هو الذي يكسب المواطن، لأن المواطن يسعد ويفرح وإن كانت المعلومات مغلوطة. الوجدان السوداني وحكمة البغاء أو ملحمة البغاء، سوري يا بروف، عنوان اللقاء اليوم. سعداء جدا بلقاء السبت، ولظروف كثيرة جدا وصلتنا طلبات يا بروف في أن يكون هنالك أكثر من لقاء في الأسبوع. وهنالك طلب يقول أن يكون هنالك لقاء مخصص في الأسبوع ليشرح ما يريده الغرب بالسودانيين وبالشعوب الأخرى في القارة الأفريقية. ماذا يريدون هؤلاء ليفتعلوا كل هذه الحروبات؟ طلبات تقول أننا نريد أن نتحدث، أو يطلب منا ومنا كابروف أن نتحدث في هذه الدوائر ونشرح خطط الغرب وكتبها. ووعدت بذلك خيرا عنك وعني أن نتناول هذه الأشياء، وإنما سنعود حتى لكتب هؤلاء وخططهم فينا، ولماذا يعادون الشعب السوداني على وجه التحديد، ولماذا يترصدون ويبحثون عن خرابه. سعداء بك جدا يا برو في لقاء اليوم. وبالنسبة لكل الذين أعني بذلك، المدنيين الذين تحزلقوا على الشعوب السودانية ولفوا حول حمى الديمقراطية الفاشلة من آل دقلو، باب التوبة السياسي مفتوح إلى أن يسدل ستار الجنجويد. مرحبا بك مرة أخرى يا بروف، ولك الفلور تحت عنوان الوجدان السوداني وملحمة البغاء. تفضل أستاذي. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله عزيز السودان، وحيا جهودك وفاعليتك ودورك في بث الوعي للأمة السودانية. وحيا الله كل المتابعين الشرفاء والمتواصلين بالمركز، وأدعوهم لإيقاد شمعة وسط هذا الظلام، خاصة بعد انتصارات جيشنا الباسل الذي شكل مدرسة عسكرية ثالثة في المدارس العسكرية في العالم. وحيا الله كل الشرفاء الأبرار القابضين على الزناد من جيشنا الوطني والمشتركة والمقاومة الشعبية. وتحية خاصة لأهلنا في فاشر السلطان الذين يقدمون دروسا كل يوم عن كيفية صمود الشعب المسلح. وكما بدأوا في عمل السواتر الترابية، أدعوهم لوضع عربات الأوباش المرتزقة المحترقة على رأس هذه السواتر ليعرف المعتدون حجم خسائرهم، وتكون شاهدا على صمودهم واستجابتهم لمعركة التحدي الوجودي. والتحية لنهر النيل بمقاومتهم الشعبية وتحرير حجر العسل وتطهيرها، والرحمة والمغفرة لشهداء ديسمبر العظيمة وشهداء معركة التحدي الوجودي من عسكريين ومدنيين.
وفك الله أسر المحتجزين من الأسرى، وعودا حميدا للمفقودين والنازحين واللاجئين إلى ديارهم معززين مكرمين بإذنه تعالى. يا سارية الحب، يا سارية الحب، أنا وجدت الوطن، أنا تجليت، توهجي بسماء روحي وتراب الوطن. إني سكنت الفضاء الرحيب ويسكن في الوطن. تجاوزي مفردات الشجن واحتمي بالوطن. هذا كتابي صفحة بيضاء، فاكتبي فيها حروف الوطن. ها هم سحابي في الروابي يستشرفون شموخ الوطن. هذا حضوري غيابي غارق في الوطن. هذه حروف التهجي أسقطتها من حسابي، وأبقيت منها حروف الوطن. صفاء النفوس لعشق الوطن، جمال التلاقي جمال الوطن، ودفء اشتياقي لروح الوطن، ونبض القلوب ينادي الوطن، وسر التفاني لأجل الوطن، وفيض الأمان لعرس الوطن. عيون الحسان عيون الوطن، ولحن الأغاني نبض الوطن، وعمق المعاني معاني الوطن، وعشق التفاني لأجل الوطن، ودفء الشموس كدفء الوطن. عجبت لأمر المحبة ديني، وهذا الشقاق يباعد عني الوطن. يا سارية الحب، تجلي في ربوع الوطن، وأضيئي سماء روحي وتراب الوطن. ثوابت اللقاء. الشعب السوداني العظيم شعب عريق، ظلمته الأنظمة السياسية المتعاقبة والنخب القاصرة الوعي، وأبناؤه لا يعلمون قيمته. الشعب السوداني يحمل قيم أنبياء وجهت له الأنظمة السياسية المتعاقبة سهاما للنيل من وجدانه وأصالته. الشعب السوداني شعب مسلم بالفطرة، ومسالم بالعشرة، وطيب متسامح، تم الغدر به من قبل الأعداء عن طريق عقوق بعض أبنائه. موقعه الجغرافي وثرواته الطبيعية كانت مطمعا لبنية الوعي البشري المادي المتوحشة، فتكالبوا عليه لانتزاع ترابه وثرواته. كل الأنظمة الحزبية منها والعسكرية لم تسعى لاستغلال ثرواته، ولا عملت على أن تخلق من تنوعه الثقافي والبيئي لوحة فنية تعكس جمالياته وتميزه وتفرده وأصالته. ولم تتح له فرصة ليتفتق الإبداع ويثبت وجوده أو يحقق رفاهية بنيه. شعب لا يرتضي الظلم والمهانة، وكل ما سعى بثوراته العظيمة أن ينعتق من أسر الحزبية مدت الأحزاب رأسها وسرقت صوته وشعاراته وأخمدت طموحاته وخذلته، وقيدت حركته نحو الانعتاق بأنها وحدها من لها الحق في تمثيل مدنيته وتحقيق ديمقراطيته بوعود من سراب. لم
تتح لهذا الشعب الفرصة ليبرز إبداعاته، ليتحدث المواطن بنفسه ويتخذ قراراته ويدير شؤون حياته ويحكم نفسه بنفسه، وظل صوته مكتوما عن طريق النخب التي تسعى لتحقيق مصالحها وتطبيق رؤاها القاصرة بفساد مشهود، وحرمته من تحقيق ذاته وفق طموحه ووعيه الجمعي وإرادته الثورية وأحلامه في الخروج من الدائرة المطلبية إلى دائرة صنع القرار. الشعب يقرر عبر سلطة الشعب وطريق الديمقراطية المجتمعية. الحرب في السودان لم تعد حرب تمرد، بل غزو أجنبي واضح المعالم وحرب احتلال والاستيلاء على كامل التراب وتشريد أهله، حرب عالمية لم يعد فيها الحياد أو المناطق الرمادية أو المكايدة الحزبية تحمل قيم انتماء للوطن. وعلى كامل الشعب التصدي وإعلان ديسمبر المسلحة لتطهير التراب واستلام المبادرة بيده. من مهد لهذا الغزو هو من تسامح مع الخيانة والارتزاق وأنشأ ميليشيا الجنجويد، ومن سمح لها بالتمدد وبناء علاقات دولية وجلب الأسلحة والمرتزقة، ومكنهم من مفاصل الدولة، ومن التفوا حوله وشكلوا له حاضنة سياسية مدعية أنها تمثل المدنيين زورا وخداعا. هذا الثلاثي قصير النظر هو من مهد لهذا الغزو المخطط له سلفا، علموا بذلك أم لم يعلموا. يقيني الذي لا يراودني فيه الشك انتصار الشعب السوداني بقواه الحية والعلم بغيرته على ترابه وجيشه المغوار والتحامه بالمقاومة الشعبية وباحتماله لدرس مرير وقاس كانت تكلفته باهظة، لكن مردوده سيكون عظمة وشموخا وبناء راسخا ووعيا جديدا ليصبح حقيقة لا قولا علما بين الأمم ومعلما للشعوب كيف تكون الاستجابة للتحديات الوجودية بما استمده من جيناته الوراثية وعظمة إنسانه. هذه الثوابت ظللت أرددها عبر كل لقاءاتي لدعم ثورة الوعي، ومن هذا المنبر الذي كرس كل جهده ودراساته ووجه الأضواء الكاشفة على مكامن الخلل التي أودت بنا إلى الصراع الدموي من أجل تثبيت وجودنا المهدد بالضياع على ترابنا فوق الأرض وتحت السماء. عندما نقول دائما إن المدخل الذي أخذنا منه واستهدفنا من خلاله وطمع فينا الآخرون كان هو القيم والأخلاق التي كنا نتحلى بها، لم تجانبني الحقيقة، لأنه بالفعل هو مدخل أثبتت كل الدراسات العلمية والاجتماعية والسياسية أنه المنفذ لاحتلال الدول والسيطرة على المجتمعات. ودون تجني على أحد، فلم نكن نعرف الخيانة والعمالة والنفاق والكذب إلا من خلال أنظمة الحكم وسياسي الغفلة. من يقود الحرب ضد أمتنا هم نتاج طبيعي لهذه العصور المظلمة،
فقد كانوا يفتخرون بكوزنتهم ويحتلون مناصب في الدولة وفي تولي مسؤوليات بالحركة المتأسلمة، لأنها ضمت كل من قدم لها الولاء خداعا وزيفا، وعانقت الشكل حتى في العبادة، وأهملت الجوهر، بل عمدت إلى صرف النظر عنه. كما عمدت هذه الحركة المتأسلمة لتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وكتائب ظل لديمومة السلطة عن طريقهم، وإهمال واضح كان لجيشنا الوطني، لأنهم يخافون من الانقلابات التي تقودها الأحزاب. وكانت هذه العقود العجاف أكثر ما انتشر فيها الفساد والإفساد والرشاوي والنفاق والكذب. هذا الكذب الذي تمارسه ذات ميليشيا الجنجويد، إحدى أذرعهم القابضة التي اعتمدوا عليها لتأسيس ملكهم العضوض. حتى بدأنا نتساءل من أين أتى هؤلاء ومن أين نبت هؤلاء، فقد كان نتاج صراعهم والأحزاب أن مهدوا لكائنات عدمية أن تجتاح وجودنا لتصبح أحد أذرع العدوان الأممي. أكثر ما يقبض على النفس وهذا الجرح الموغر الذي أحدثته الأطماع والمؤامرات التي حيكت لتحيل وهج ديسمبر العظيمة، التي كانت عظمتها في وحدة الوجدان السوداني ووحدة الموقف ووحدة الشعارات والمبدأ والعاطفة التي حملته، وهو ما شق على أمريكا والاتحاد الأوروبي ودويلة الشر أن لا تجد منفذا لتمزيق هذا الوجدان وخلق الشقاق، فوجدت في الساحة من ينفذ لها المخطط. ومن وحدة عظيمة للوجدان الجمعي وجدنا أنفسنا تتقدمنا أقزام الحزبية الذين ظنوا أنها سانحة عليهم استغلالها، وأدركنا أنها أحزاب تقليدية وبأيديولوجيات مستوردة وأجندات خارجية، وهتفنا ضدها. وجدنا أنفسنا في شقاق وتنازع ومكايدة وحرب وجودية، وسلوك هذه الحرب وأسلوبها زاد من الشروخ في الوجدان السوداني، ووجد كل منا نفسه غريبا عن الآخر الذي كان بالأمس متوافقا معه، ويسيران في طريق واحد ويهتفان بهتاف واحد. تشعبت الطرق كما تفرق الجيران والأحبة بين التشرد والنزوح واللجوء. الهدف سوى المنظور من التغيير الديمغرافي ومحو الهوية السودانية وسرقة آثارها وحرق وثائقها ومكتباتها وتدمير حضارتها، هناك هدف أكثر تدميرا وأبعد أثرا وأعمق جرحا، لأن نزيفه لن يتوقف بسهولة، وهو غرس الخنجر في وجدان هذه الأمة السودانية للحيلولة دون تلاحمها والتقليل من عظمة ملاحمها التي سطرتها. نجحت إلى حد كبير في توسعة الهوة بين المتحزبين وبين الثوار، وفي إحباط الشعب السوداني وتمزيق شعاراته ورميها في وجهه، ومن ذات الأحزاب التي تصدرت المشهد وهي معتادة على سرقة الثورات. فلا سلام ولا حرية ولا عدالة ولا سلطة شعب. وحين لم تنجح المؤامرة كان لابد من الحرب لخلط الأوراق وتمزيق ورقة الوجدان السوداني الذي هو أساس تماسكه وقوته ووحدته. وذلك لأن ارتباط الإنسان بترابه ووطنه الذي يشكل له انتماء هو من طبيعة الحياة،
وغريزة نجدها لدى معظم الكائنات الحية. تحن الكرام لأوطانها حنين الطيور لأوكارها. الطيور التي كانت تستخدم بريدا في السابق تقطع المسافات للعودة إلى أحشاشها وموطنها، والإبل تحن لموطنها وتعود إليه مهما بعدت المسافات. وكيف بالإنسان؟ وهذا ما نطلق عليه الانتماء. حتى لو هاجرت عن وطنك أو هجرك هذا الوطن يظل في داخلك، وتكون سفيرا له، فهو يسكنك وإن كنت لا تسكنه. الإنسان تربطه مساحة جغرافية تعد وطنا له، حتى باختلاف العرقيات وتعدد القبائل، وحتى باختلاف اللغات أو اللهجات والثقافات. الهند مثلا بها 72 عرقية وآلاف القبائل، ولكن يربطهم وجدانهم الوطني الهندي. ونحن لدينا 237 قبيلة ويربطنا وجدان سوداني واحد. وقد نشأنا ونشأ الوطن بداخلنا كاملا، حتى أننا وجدانيا لا نعير اهتماما بالانفصال الشكلي لجزء عزيز منا. لم يحدث طيلة نشأتنا أن سأل صديق صديقه من أين أنت أو ما هي قبيلتك، متحابين متصافين متصالحين مع لهجاتنا وسحناتنا وثقافاتنا. ما يربطنا هو السودان الوطن الأم، حتى جاء المتأسلمون وأضافوا في الوثائق اسم القبيلة. كثيرون يتحدثون عن ما هي معايير الوطنية وميزانها المجتمعي، وهو أمر يتعلق بالهوية وعمق الانتماء، كما يتعلق بكيفية التعبير عن هذا الارتباط الوجداني الذي يملأ النفس بعبق التراب وقيم التراث والأخلاق والمحبة التي تشربها مع قطرات الحليب الأولى من أمه. فما الذي تعنيه الهوية؟ وما الذي يعنيه الانتماء؟ لأننا باستيعابنا لهما نمنح الميزان المجتمعي مقياسا دقيقا لفرز الأبناء الصالحين الذين يغيرون حتى على سمعه بأنفس راضية مطمئنة، ومن تلبسهم العقوق والنفور وملأ صدورهم الحقد والجفاء الذي يسهل عليهم طريق الخيانة والمروق والتآمر على ترابهم، الذي لا يشكل لهم سوى محطة عبور إلى أوطان أخرى تشبع رغباتهم الذاتية التي سكنت نفوسهم وشوهت سلوكهم ودمرت أخلاقهم حتى لا يرى سوى نفسه ورغباتها، فتتحكم فيه النفس الأمارة بالسوء وهو لا يراها كذلك، فيفقد رشده في كل سلوكياته. الهوية ليست هي البطاقة التعريفية التي تحملها لبيانات تنظم التعامل والمعاملات، ولا هو الجواز الذي ينظم آلية السفر، إنما هي المطابقة والتشابه والوجدان، وبتشابهها وتضافرها تشكل هوية أو هوية ثقافية لشعب لا يشركه فيها محددات شعب آخر، وإن اشترك معه في بعضها شعب أو آخر، لأن لها مكونات وجدانية تحدد ملامحها. الهوية الوطنية عكس الهوية الذاتية، ويطلق عليها الهوية المجتمعية. الجميع يشعر بأنه يمتلكها، بمعنى أنها مجمل السمات التي تميز مجتمعنا بعينه وتجعل له شخصية متفردة عن مجتمعات أخرى. يعرف بهذه السمات ويتم التعامل معه وفقها، وأهمها كان بالنسبة لنا كان الصدق
والأمانة وصفاء القيم وجماليات الأخلاق. والانتماء للوطن وحبه أعمق من شعور عابر، كما أن الوطنية وحب الانتماء يفرض عليك أن تحرص على عدم تشويه صورته الذهنية لدى الآخرين. وتحضرني هنا وأنا في الغربة أن كان الكثيرون مندهشون من سوداني كان يقود سيارة فاجتاز الإشارة الحمراء، مما جعله يتسبب في حادث مع سيارة أخرى. حضرت الشرطة وسألت هذا السوداني: هل أنت أعمى؟ ألم تشاهد الشارة الحمراء؟ يحكي لي الشرطي مذهولا، كان يتوقع منه أن يبحث عن سبب يبرر به هذا الخطأ المروري. كان يقول إنه مسابق الزمن لإنقاذ مريض، أو أنه لحق الشارة الصفراء وليس الحمراء، أو أي سبب يمكن أن يخفف عنه. ولكنه كما ذكر لي الشرطي قال له: يا أخي، والله أنا كنت عايز أدوس الفرامل، دست على البنزين. بهذه البساطة، بهذا الصدق، يقول الحق ولو على نفسه. وكثيرون يلتقون بي ويقولون أنهم لا يأتمنون على أموالهم وأسرهم وأعراضهم سوى السوداني. وقال لي بعضهم إنهم يضعون سوء النية في تعاملهم مع أي جنسية إلى أن يثبت العكس، بينما يضعون حسن النية مع أي سوداني إلى أن يثبت العكس. هذه الصورة الذهنية الرائعة التي كانت لدى كل العالم هي لسمات وصفات وسلوك وثقافة ميزت السوداني والشخصية السودانية والمجتمع السوداني. ولكن عوامل الهدم لم تتوقف تحمل معاولها الأنظمة والأحزاب التي تروج لأيديولوجياتها وأجنداتها المكلفة بها. ومن هذه الثقافة التي شكلت هويتنا هي الجماعية. والداب نفسه قصر. والوصايا: بوصيكم على الجار إن وقع شيلوه، بوصيكم على السيف السنين أسعوه، وهي دعوة للشعب المسلح. بوصيكم على السيف السنين أسعوه، بوصيكم على الحوش الكبير سووه، بوصيكم على الضيف الهجع عشوه، بوصيكم على الولد اليتيم ربوه، بوصيكم على الفايدة الحدود واسوه. الآن نحن نواسي في الفايدة الحدود. هذا ما نقوم به اليوم، إلى جانب الكثير من القيم الجمالية اللي بيبدوا الغير على ذاتهم، اللي بيقسموا اللقمة بيناتهم. هذا الوجدان الجمعي الذي يتغنى بكل أجزائه: لنا وطن نتباهى به ونفتتن، نتغنى بحسنه أبدا، دونه لا يروقنا حسن. والجمال دائما والسعادة في بساطة الأشياء وفي العطاء أكثر من الأخذ. فيك ربونا اتولدنا وبريدك يا بلدنا، وفي ساحة الاعتصام عندك خط ما عندك شيل، وعندك ما عندك أركب. هذا الوجدان الأصيل تم العبث به عن عمد. ومن أكثر الخدع النخبوية التي عبثت بالقيم والوجدان السوداني وأصالته وعملت عليها الأنظمة السياسية لتغييب العقول وتجميد فعاليتها لدى غالبية الشعب السوداني وإحداث شروخ في الوجدان الجمعي،
وأن الهوية السودانية والسمات التي تتميز بها من ثقافة وقيم وأخلاق وشهامة وكرم ووفاء وخصال يندر أن تجدها في كثير من المجتمعات. سعت هذه النخب أن تطمس هذه السمات وحصروها في العروبة والإسلام. وقد حضرت إحدى ندواتهم التي ركزت على ذلك في العام 2008، وكانت مداخلتي حينها هو أن هناك 22 دولة عربية، فما الذي يميزنا عنها ونحن ناطقون بالعربية؟ كما الهند وأمريكا والعديد من الدول الناطقة بالإنجليزية، وهل تجمعهم هوية اللغة؟ أما الإسلام فهناك 1.5 مليار مسلم، هل حدد ذلك هوياتهم؟ لا المعتقد ولا اللغة هي مقياس أو محدد للهوية. فما هي هويتنا السودانية التي نتصف بها ونختلف بها عن الآخرين؟ وحين أقول بأنني سوداني، هل يعني ذلك ذوبان هويتي مع كل عربي ومسلم؟ هذا ما تم ترسيخه حتى وجدنا ما يطلق عليه المكون العربي من عربان الشتات يغزونا بحكم كونهم عربا ومسلمين، يهللون ويكبرون ويتشهودون كما يقولون. فتم استيعابهم في الدولة وشكلوا منهم انكشاريين ليثبتوا بهم حكمهم. وقد مر علي ممن يدعون أنهم حزب من الأحزاب التي تفرعت من المتأسلمين من يقول إن السودان كان يطلق عليه الأرض الخلاء، حتى جاء الإنجليز والمصريون والملك فؤاد ليستثمروا هذا الخلاء وأطلقوا عليه هذا الاسم، وهو في الأساس من السودان الحالي حتى موريتانيا، وكأنه يبرر العربان الشتات في سعيهم لتشكيل دولة العطاوة الكبرى. زاد في أن الذي يجمعني مع أي فرد في هذا الخلاء هو الإسلام. لقد جئنا من مناطق متعددة، وهو بهذا الأسلوب يمحو تاريخ السودان الضارب في القدم، ويلغي تاريخه من ترهاقة وبعانخي وكوش ومملكة نبتة ومروي وسنار وسلطنة دارفور وفاشر السلطان. عجبت لهذا المنطق، وأحلت الفيديو للمركز كي يشاهد وعورة وصعوبة الجهد الذي يبذله المركز في نهج بث الوعي في الأمة السودانية. رسخ ذلك المتأسلمون طيلة عقود حكمهم، وهذا يعني تدني الوطنية وضعف الانتماء، وأن جميع أرض المسلمين أرضا لهم، وبلادنا أرضا للمسلمين، وجميع الأراضي العربية هي أراضيهم وأرضنا أرضا لهم. ومن هنا جاءت فوضى الوجود الأجنبي. الشعب السوداني مسلم بطبعه، ولكن المتأسلمون منهم لا يؤمنون بالقطرية، وكل بلاد الله أراضيهم وأوطانهم. في وقت هذه الدول العربية والإسلامية لا تمنحهم جنسياتها، بينما ارتحالهم للغرب المسيحي يمنحهم الجنسية والمواطنة، وهذا ما يجعل الانتماء عندهم ضعيفا والوجدان مشوها. كان نتاجه ما نعيشه اليوم من كيفية الاستجابة لهذا التحدي الوجودي. ستنتهي الحرب، ستضع الحرب أوزارها بانتصار الشعب السوداني بإذنه تعالى، لا يراودني في ذلك شك. لكن الهزة العنيفة التي تعرض لها الوجدان المجتمعي تحتاج لعلاج آثارها النفسية والاجتماعية، وأولاها اهتزاز، إن لم نقل انعدام الثقة. فكيف ستكون رحلة العودة إلى الديار؟ هل تكفي تطهير الأحياء والمحليات للعودة
كل إلى منزله، أم تحتاج إلى ترتيبات أمنية ناهيك عن التعويضات وجبر الضرر الذي قد يطول؟ هذا ما واجهني به أحد الشباب في حوار معي: كيف وأنت تدعو للديمقراطية المجتمعية عبر برلمانات الأحياء ونحن في نزوح ولجوء وتشرد وقد تقطعت بنا السبل؟ كيف أعود وأسرتي إلى الحي وأنا أعلم أن بعض شبابه قد ساهم في سرقة منزله؟ وكيف أثق في جيراني بعد أن اهتزت الثقة ولم يعد ما يربطنا وجدانيا؟ أشعرني حينها أنني طوباوي مثالي أغرد خارج السرب، وليس هذا زمن الحديث عن الديمقراطية التي استهلكها عربان الشتات خداعا وزيفا، التي يطلقون عليها الديمقراطية بالتاء. قدرت معاناته والجرح الغائر في وجدانه، وعزمت على تناول هذا الموضوع ضمن هذا اللقاء اليوم. حين دعوت لطريقة الديمقراطية المجتمعية عبر الأحياء، واضعا في ذهني ذات المعاناة التي حدثنا عنها هذا الشاب، وواضعا في اعتباري انتهازية الأحزاب التي هاجسها كرسي السلطة أكثر من الوطن الذي انحازت ضده باستمرار حاملة معاويل الهدم. هذا أولا. ثانيا، دعوت أن تبدأ الأحياء في المحليات والولايات الآمنة حتى لا تنتقل بكتيريا الخيانة إليها، ثم تلحق بها الأحياء والمحليات التي يتم تطهيرها من قبل قوات الشعب المسلحة والمقاومة الشعبية. وسببت ذلك بأن بعد نهاية الحرب سيجد الشعب السوداني نفسه إما أمام دولة الرجل الواحد أو بإسناد من حزب يعتمد القبضة الأمنية ذريعة لتمكين جديد، فالجميع يبحث عن الأمن، أو نشوب صراع جديد لن يكون سلميا هذه المرة. وثالثا، لأن الشرعية متنازع عليها، وأن الطريقة المثلى لتأسيس الولايات المتحدة السودانية هذا أوانها عن طريق برلمانات الأحياء، ليكون برلمان الشعب القومي حائط صد ضد مخططات غربية تهدف إلى التغيير الديمقراطي أو الاحتلال أو التقسيم أو فرض سياسات أو ابتزاز. ولن يقف أمام هذا المخطط سوى برلمان الشعب القومي ومجلسه الاستراتيجي ومستشارياته التنفيذية بما فيها الدبلوماسية المقتدرة على المجابهة. أما ما طرحه لي هذا الشاب فأحييه على ذلك، وأقول أشعر بالمعاناة وفي الحلق غصة وأتألم كما تعلمون، ولكنها ضريبة الوطن علينا لوضع خارطة طريق. إن الأحياء والمحليات التي لم يتم تطهيرها بعد أو ليست آمنة فبرنامجها مختلف. تبدأ بصفحات على الواتس للتواصل باسم كل حي ومن هو في أسرة الحي، وبعد التطهير تقوم لجان المقاومة الشعبية للحي أو لجنة من قوات الشعب المسلحة تتبنى استقبالهم وتسجيل العائدين والوثوق من هوياتهم الشخصية، بل والتحقق من محمولاتهم كمرحلة أولى. ولمعرفتهم ببعضهم بحكم علاقة الجيرة والتواصل الاجتماعي الذي كان سائدا، تبدأ المرحلة الثانية، حيث تتشكل لجنة تمهيدية للحي لاستقبال بقية سكان الحي. العودة لن تكون دفعة واحدة، خاصة في أحياء المدن. البعض كان نازحا
والبعض لاجئا والبعض مغتربا، وهناك من غيبه الموت. وتقوم اللجنة التمهيدية للحي بوضع بيانات لكل أسرة الحي وحجم الضرر الذي لحقها بعد التواصل معهم ودعوتهم للهجرة إلى الوطن. هذه البيانات ضرورية لأنها تشكل داتا للتعداد السكاني ولحجم الضرر وللسكان الأصليين للحي والوافدين إليه، كما ستشكل سجلا أسود للفاقد التربوي الذي مارس السرقة والنهب والاغتصاب أو كان دليلا أو متعاونا مع الميليشيا. وفوق ذلك سيستعيدون الثقة بأنفسهم ويضمدون الجراح ويلتئم الوجدان المجتمعي من جديد، وتصبح سرديات المعاناة توثيقا لأخطر مرحلة كاد أن يرتحل فيها الوطن من التاريخ. وسيكون لقاءهم بعد هذه المعاناة تدارسا فيما بينهم للأسباب والمسببات الذي جعلت الوجدان الجمعي داميا بجرح غائر. ومن هنا يبدأون بتشكيل برلمان حيهم وحكوماتهم المصغرة للحاق ببرلمان الشعب القومي. عليه فأنا أدعو إلى تضميد الجراح واستعادة الوجدان الجمعي للشعب السوداني، لأنه الوحيد الذي يمكنهم من استعادة الثقة بأنفسهم والارتقاء بوعيهم، وليتحدث كل مواطن بصوته لا أن يلقيه بصندوق اقتراع لمن يتحدث نيابة عنه. التأسيس للولايات المتحدة السودانية لا يقوم به فرد لندعوه المؤسس، ولا مجموعة أفراد، ولا حزب، ولا مجموعة أحزاب، ولا باستخدام مفردة العريض، فليس أعرض من الشعب السوداني حين ينادي بسلطته. التأسيس يبدأ من المواطن البسيط حين يجتمع في حيه ويتخذ قراره ويشكل حكومته المصغرة، فهو الذي ينتج وهو الذي يوجه إنتاجه لخدمته ورفاهيته وكيفية إدارة شؤونه. نحن أحوج ما نكون لكيفية إدارة شؤوننا. وجميع ذلك يرتكز على وحدة الوجدان الجمعي وتنقيته من الشوائب التي حاولت تمزيقه عرقيا أو إثنيا أو جهويا أو حزبيا. في ختام هذا اللقاء أقدم كذلك بعض الثوابت الناجمة عن هذا العدوان الدولي على بلادنا. إن هذا الغزو يستهدف احتلال البلاد كاملة وطرد وتشريد أهلها، وإن لم يستطيعوا فتقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة، فإن لم يستطيعوا لقهر وإذلال الشعب السوداني وتدمير كل منشآته ونهب ممتلكاته، فإن لم يؤثر ذلك ففي طعن الوجدان السوداني بما يفقده الثقة في نفسه أو غرس بذور الشقاق بينه أو بين بنيه ليكون صيدا سهلا لابتزازه. وقوف الشعب مع جيش بلاده منحه القوة وجدد في دمائه وجعله جيشا أسطوريا تسنده المشتركة الباسلة والشباب في المقاومة الشعبية لتصبح الاستجابة للتحدي الوجودي جمعية. وستتم إعادة تقييم الجيوش على مستوى القارة وعلى مستوى العالم، وترتيبه سيكون مبهرا. ما مدد في فترة الحرب ليس سوى بكتيريا الخيانة، وغالبيتهم قطيع الأحزاب أو بقايا فلول النظام السابق التي انحازت لبندقية الدعم السريع على شعبهم وجيش بلادهم. والمنطقة الرمادية التي تحاول تقدم الوقوف فيها لا تشكل سوى انحيازا واضحا ومفضوحا مع عربان الشتات، ظنا منهم أنهم يعيدونهم لحكم البلاد، وهو وعي قاصر. لن يتسامح الشعب السوداني معه، وعار لن يمحوه التاريخ.
أو من ضعاف النفوس والفاقد التربوي نتاج الأنظمة السابقة. مسؤولية تطهير البلاد لا تقع على جيش بلادنا فقط، بل على كل الشرفاء من أبناء الوطن حبا وكرامة لهذا التراب ولو بالكلمة. طريق برلمانات الأحياء هو الطريق الأقرب لتضميد الجراح والقضاء على بكتيريا الخيانة، والطريق الأمثل لبناء الدولة السودانية، والطريق الأصوب لتوحيد الوجدان السوداني، والطريق الأكثر إبداعا لحسم الشرعية لسلطة الشعب التي تتمثل في برلمان الشعب القومي والمجلس الاستشاري القومي وتشكيل حكومة المستشاريات وخوض معركة البناء للإنسان والعمران وبناء علاقات دولية متوازنة حسب المصالح المشتركة. والطريق للشفافية وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الجائرة التي أبرمت من وراء ظهر الشعب السوداني. حين كان الوجدان السوداني حيا ومتماسكا كان متضامنا مع محيطه الإقليمي والدولي، حيث كان جواز السفر صالح لجميع دول العالم ومكتوب عليه عدا إسرائيل وجنوب إفريقيا، تضامنا ضد الظلم الذي فرضته الأبرتايد، ولم يتم حذفه إلا حين تحررت جنوب أفريقيا من سياسات الفصل العنصري. ما يهمنا هو أن يظل الوجدان السوداني موحدا سليما معافى من الجهويات والقبليات والطائفيات والتحزب، لأنهم جميعا يحملون معاول الهدم إن لم تتصدى لها جموع الشعب بقرارات وقوانين رادعة وعدالة مستقلة لا مهرب ولا إفلات من العقاب على كل من أجرم بحق الشعب السوداني العظيم. نحتاج لأن نختزل ما فاتنا وفرطنا فيه بيقظة وبعين زرقاء اليمامة وببعد نظر الصقر الذي وضعناه شعارا، ومضاعفة الجهد في الأداء وتقويم الخدمة المدنية وإعادة النظر في دبلوماسيتنا ومنهج سفرائنا لخدمة جاليات المهجر. المحافظة على هوية الشعب السوداني المتمثلة في القيم والأخلاق والتراث النقي التي تجعل الانتماء أكبر من أن تهزه الشائعات أو تؤثر عليه النخب المارقة، لتتجذر الوطنية والثوابت الوطنية نقاء وصفاء وتألقا وإبداعا. حفظ الله الشعب السوداني العظيم وهو يتجاوز المحنة ويستوعب الدروس ويشق طريق البناء والإعمار الإنساني والعمران. وتحية لفاشر السلطان التي قدمت درسا في الوطنية وعشق التراب، كما قدمت نموذجا للشعب المسلح لتقتديه بقية المدن والولايات، وشبابها يسعون لتشكيل برلمانات الأحياء. وتحية لجيشنا ومقاومتنا الشعبية التي انطلقت لتطهير التراب في كل المحاور. وثقوا أن ما نقدمه من إطروحات هو من حق الوطن علينا لا أكثر، وهو دين في رقابنا نكون جاحدين إن لم نقله ونصدح به حقا وصدقا. النصر لشعبنا الأصيل ولجيشنا الجسور وللمشترك الفوارس ولكل جندي محارب، وشعب واحد جيش واحد. أبقوا حزمة، كفانا المهازل، أبقوا درجة الوطن العزيز، أبقوا عز للوطن العزيز، أبقوا سند الوطن المقاوم، وإلى الأمام. شكرا جزيلا يا بروف على هذا الحديث الطيب في ظروف الوطن القاسية هذه. حرب الصهاينة على الفلسطينيين هي التي تتصدر الإعلام الآن، وهي التي تأخذ بتلابيب أي حدث وتغطي على أي حدث في الكون. وحربنا في السودان هي الأفظع على الإطلاق تاريخ البشرية، لا تجد حظها من الإعلام.
مطلقا. لذلك طغى عليها الإعلام المدفوع. اجتهد الفلسطينيين اجتهاد كبير جدا في أن تصل قضيتهم إلى كل شارع في المدن الأمريكية الكبرى بتحركات بشرية قليلة ودون ما جهد كبير. ما الذي يمنعنا نحن السودانيين أن نطرح قضيتنا المعروفة أصلا في كل عاصمة في كل صباح؟ ما الذي يمنعنا؟ ألا نخجل ولنا أبناء يقاتلوا في الأرض ونساء يقاتلن في الأرض يمكن أن تذهب أرواحهم شهداء إلى بارئها في أي لحظة؟ السودان مليء بالجوعى والمنهكين والمطرودين والمذلولين والمهجرين في دول الجوار. لماذا نحن صامتون ونحن في مأمن ويمكننا فعل الكثير؟ ألا نخجل نحن؟ ألا نخجل نحن السودانيون؟ عندما كانت الثورة والشباب في الاعتصام المشهود كانت هنالك أكثر من 3 مسيرات في اليوم في دول العالم مسجلة ومرصودة وموجودة في المركز. باصات تجتمع في أوروبا وطيران يجتمع من مدينة لمدينة بالسودانيين ليذهبوا ليقفوا مع بعضهم البعض ويؤازروا بعضهم البعض. الآن جيشنا يقاتل وأهلنا ينزفون وأهلنا جوعى. أما آن لنا أن نقف وقفة محترمة في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ التراب؟ أخجلوا أخجلوا على أنفسكم. الفلسطينيين غلة لكن صوتهم يملأ الكون وقضيتهم يعرفها القاصي والداني، ونحن قضيتنا محتم عليها أن تكون قضية منسية. وهل نحن السودانيين نريدها كذلك؟ حتما لا نريدها كذلك. العدو يجتهد في الإعلام ويكذب نجاحات الجيش. العدو يمد الجنجويد بالسلاح. العدو يشتري المرتزقة ليقاتل ويهزم السودان. ونحن السودانيون صعب علينا مظاهرة. نحن السودانيين صعب علينا محاصرة سفارات الإمارات في أي موقع ما بإذن من هذه البلدان. من حقنا كمواطنين في هذه البلدان أن نمنح حق التظاهر السلمي المهذب. هذه وصمة دهار. انتبهوا أهلي الكرام، كل من يتحدث في السياسة وكل من يؤمن بوطنه وكل من يحب هذا التراب يجب أن ينتقل من دوائر الحديث بالساعات الطوال في المنابر دون ما فعل بسيط يمكن أن يغير شاكلة التاريخ وينفذ إلى برلمانات قد تجهلك على وجه التحديد في الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهم على وجه انتخابات. خذلنا البرهان عندما طلبنا منه أن يتحدث عن السلاح الأمريكي ويدين الإدارة الأمريكية في عقر دارها ويسمي الأمارات، وذا الكامينج شورت في الخطاب بتاع البرهان. أما البقية فكانت موجبة مرة أخرى. أهل الكرام، أسندوا بلدكم بمظاهرات لتوضح الموقف. أسندوا بلدكم بمسيرات لتجرم الإمارات. لا تقفوا هكذا مكتوفي الأيدي. والجميع ونحن نعلم أنهم يريدوا تقسيم هذا التراب بمهما يكلف من أمر ويهزم عادات وتقاليد السودانيين الكريمة والترابط